السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم المطبخ البلدي مع ام احمد. النهاردة هنعمل معاكم الوصفة الجميلة ديت. هعمل معاكم الكمونية او الكرشة، على حسب انتوا بقى ما بتسموها، بطريقة جميلة جدا وان شاء الله هتعجبكم. الوصفة ديت هتكون سهلة جدا لكل حبايبي المبتدئين وكل متابعيني. اهم حاجة طبعا نعمل اشتراك ونعمل لايك ونفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وهنبتدي بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف الوصفة بتاعتنا هنبدأ بيها ازاي. انا معايا كده زي ما انتوا شايفين الكمونية او الكرشة بتاعتي، طبعا بجيبها من عند الجزار وامسكها، طبعا بيجيبها بالدهاني متنضفة، وطبعا اغسلها كويس. اهم حاجة غسيل الكرشة. طبعا بنغسلها ونلفها بملح ودقيق وكده ونظبطها كويس من زفرتها. الدقيق بيمنع اي زفارة فيها. امسكيها كويس الاول، اغسليها تحت الحنفية، وبعد كده بالدقيق صبنيها وملح وخل وليمون وظبطي بس حاولي ما تحطيش عليها ملح، عشان خاطر الكمونية اصلا بيبقى فيها كل نسبة الاملاح بتاعه اللي بتبقى في الذبيحة عامة. فما تحطيش عليها ملح، ما تغسلهاش بملح وما تنقعش في ملح. انت بتغسليها وتصبنيها وتقعديها في ميه بدقيق، وبعد كده بتحطيها في مصفى الصفة، وعلى النار نحط الحلة بتاعتنا ونحط فيها ميه. وبعد ما احط الميه احط طبعا بصلايه وطماطمايه. انا طبعا ساعه ما بحط في اي حله ألمونيا ميه بحط معاها طماطمايه متقطعه او مبشوره او مضروبه في الخلاط، ما بتخليش الحله بتاعتك تسود. معايا الحله بتاعتي فيها ايه؟ فيها طماطم وفيها بصل وفيها ورق لوري، وطبعا لو حابه القرفه حطي عود قرفه، وحطي جنزبيل. الميه ديت احنا هنغلي فيها الكمونيه بتاعتي، اسويها في الميه دي، في الميه اللي انتوا شايفينها ديت. اولا بتستوى فيها، وفي نفس الوقت لو فيها اي زفاره برضو الميه بتنزل كل الحاجات اللي فيها مع الخلطه الجميله اللي احنا حاطينها، اللي هي الكمون. وتحطي طبعا كمون، ما بتحطيش ملح عليها، عشان خاطر الكمونيه او الكرشه يا جماعه بيبقى ملحها كتير. فاخر حاجه بتحطيها الملح فيها، عشان خاطر هي بتبقى حادقه. وطبعا هنسيبها هنا بقى ايه، انا عايزه اسويها خالص، وابتدي ابتدي اعمل بقى ايه معاكم بقيه الوصفه بتاعتي. انا معايا هنا زي كوبايه من الحمص، من حمص الشام. الحمص بتاعنا اللي هو الحمص اللي هو بتاع الطبيخ. بتقولي العطار عايزه حمص من اللي هو بتاع الطبيخ. انا جبت كده، كان تمن يعني، جبته ومسكته ونقيته وجيت حاطاه في ميه كده، ميه تكون مغليه، تحطيه في ميه وتسيبيه تنقعيه بقى شويه لحد ما ايه نبتدي بقى ايه ناخده معانا، واقول لكم هنعمل بيه ايه وبدايه الوصفه بتاعته تبقى ايه. هركن انا كده الحمص بتاعي، وهنزل بقى في حله كده نضيفه على البوتاجاز، ومعايا بصلايه كبيره، بصلتين، كل ما تكتري البصله فيها بتبقى تحفه. ومعايا طبعا هنا الزيت بتاعي، انا هحط زيت وسمنه. وبعد كده هنبتدي بقى نشوح البصله بتاعتنا. حطيت كده الزيت بتاعي والحله بتاعتي على النار، وحطيت كده معلقتين سمنه، وهنبتدي بقى ايه اشوح البصله بتاعتي. البصله بقى اول ما تبتدي تدبل معايا كده هنزل بيها بالايه بالبقيه الوصفه بتاعتي. معايا هنا ورق لوري وفلفل اخضر حراق، احنا حابينها تبقى حراقه، ممكن تستغني عنها وتحطي فلفل اخضر، فلفل بارد. ونزلت هنا بالفلفل الاسمر. انا البهارات بتاعتي كلها هنزل بيها على البصله. وده جنزبيل بيمنع اي زفاره، وفي نفس الوقت يعني ايه بيحرق اي دهون. وهنا الشطه بتاعتي، حطيت شويه شطه وشويه بابريكا، بتظبط الصلصه، بتخلي الصلصه بتاعتك حمرا وجميله. البابريكا بتظبط الصلصه صراحه وبتخليها حمرا. ماشي. وهننزل هنا دي بهارات، بهارات لحمه. طبعا انت على حسب الكميه اللي انت حطاها، انا ما شاء الله عامله كميه كتيره فانا مزوده البهارات شويه. هقعد كده اول ريحه البهارات بتاعتي ما تطلع ابتدي انزل عليهم بالطماطم بتاعتي. ضربه الطماطم طبعا، وممكن وتصفيها، مش عايزه تصفيها عادي يعني. انا حطيت كده هنا الطماطم بتاعتي، وهسيبها بقى تتسبك كده مع نفسها، وهبتدي اعمل لها بقى الدقه بتاعتها. الدقه بتبقى توم وكمون وفلفل اخضر وملح. انا مش مكتره ملح، انا حاطه ملح بسيط خالص، بس عشان ايه يدوب لي التومه بتاعتي. وزي ما انتوا شايفين كده انا حطيت زي معلقه صغيره من السكر، اولا بتمنع الحموضه، ثانيا هتسوي معانا الكمونيه برضو هتزود سواها. يبقى كده الصلصه بتاعتي خلاص اتسبكت معايا، نشفت معايا كده واتسبكت.
هبتدي بقى انزل عليها بقى براس التوم. اهم حاجة في الكمونية يا حبايب قلبي الكمون والتوم. التوم تحفة للكمونية والكمون. هنا طبعا انا كنت حطيت كمون برضو على الصلصة، حطيت معلقة صغيرة من الكمون، ونزلت بقى هنا ايه بالتومة بتاعتي اللي انا دقاها، راس توم كويسة كده، وتيجي دقاها وتيجي حطاها. ومعايا هنا خلاص كده الحمص بتاعي انا حطيته، يعني نقعته كده شوية زي ربع ساعة، وسبته كده ايه، حطيته على الصلصة بتاعتي، صفيته من المية وحطيته على الصلصة. وهنا الكرشة بتاعتي خلاص ما شاء الله شربت المية بتاعتها واستوت. وطبعا يعني انا يعتبر سلقاها زي الشوربة، فكانت ريحتها جميلة. وفي المصفى وصفيت كل السوائل اللي فيها، عشان السوائل اللي فيها دي كلها ممكن لو حطيتها بالسوائل بتاعتها هتبيض لي الصلصة بتاعتي وتخليها بيضة. انا صفيتها خالص، ان هي كده كده كانت شربت كل صلصة الشوربة اللي فيها. حطيتها في المصفى وصفيتها. وبعد كده زي ما انتم شايفين انا ما زودتش الصلصة، سبتها سبكت كده كويس، ونزلت عليها بالكمونية بتاعتي. وعلى قرب السوا كده انا سبت معلقه من التوم. التوم فعلا بيدي طعم جميل، لما تخلي معلقه توم كده في الاخر تحطيها بتبقى فريش، وبيبقى طعمها جميل في الكمونيه بتاعتك. يبقى انا كده حطيت معلقه توم بعد الكمونيه ما حطيتها، وظبطت الملح بتاعي، وسبت الكمونيه بقى تاخد وتدي كده مع نفسها على نار واطيه خالص. وهنعمل لها بقى شويه رز بشعريه. انا معايا هنا الحله بتاعتي وحطيت فيها الشعرية، هقلب فيها لحد الشعرية بتاعتي. طبعا حطيت سمنة، والسمنة ساحت، كنت حاطة طبعا الشعرية بتاعتي. أول ما عطتني اللون الجميل ده نزلت عليها بالرز بتاعي، الرز مغسول طبعا ومتصفي. وهبتدي بقى ايه ادي صدمة للرز. الرز مش عايزاه يعجن منك، قلبي الرز كويس في السمنة بتاعتك أو في الزيت، قلبيه كويس، اقعدي شوحي لحد ما تلاقيه نشفت المية اللي فيه، وتغلفي الرزاية كلها من السمنة أو من الزيت لحد ما تلاقي الرز بتاعك نشف زي ما انتوا شايفين كده. بصوا نشف خالص المية منه، وخلاص بقى خدت الكفر من بره، بقى فيه كفر زيت. مهما تحطي برضو المية بتاعتك ما تخافيش ولا يعجب منك ولا يحصل له حاجة. وهنا انا حطيت فلفل اسمر وحطيت ملح، واحط ورق لوري. طبعا انا يعني محرشة الرز بتاعي عشان انا هاكله بالكمونية. لكن لو انت هتعملي رز بقى جنب اي نوع طبيخ تاني ما تكتريش، عشان خاطر لو احتجتيه لاي نوع تاني اي حاجة تانية ما يبقاش عليه فلفل اسمر. وظبطت بقى الملح بتاعي، وحطيت الورق اللوري والفلفل الاسمر والملح لو عندك مرق الدجاج ممكن تحطي. وهنزل بقى بالمية بتاعتي، هظبط الرز بتاعي واسيبه يتشرب كده زي ما انتوا شايفين. وكده هنروح بقى على الكمونية بتاعتنا نشوف الكمونية عملت ايه. بصوا الكمونية خلاص بقى شربت الصلصة بتاعتها، وبقت جميلة جدا. يعني كده جاهزة بقى ان احنا نغرفها. بس انا طبعا هحط لها شوية مية، الحلحها شوية كده عشان خاطر يبقى فيها صوص كده نغمسها بالرز، يعني تتاكل كده بالرز تبقى ايه، متبقاش ناشفة. انا اديها غلوة كمان كده خلاص كده جهزت معايا. الحمص بتاعها استوى، والكمونية ما شاء الله استوت، وكانت ريحتها جامدة وريحتها جميلة جدا. وهنبتدي بقى نغرف بقى الاكل بتاعنا. زي ما انتوا شايفين الرز كده خلاص ما شاء الله هو كمان اتشرب. بصوا بقى الكمونية بتاعتنا طلعت تحفة ازاي، حمرة جدا، وريحتها كانت قلب الدنيا بجد بجد. كانت ريحتها جميلة، متستغنيش عن التوم في الكمونية. طبعا انا هنا عملت كفتة، وعملت مكرونة كده اللي هي متحمرة بطماطم وفلفل وحاجات من دي اللي هي بتبقى بشوربة، وشربتها كده مفلفلة مكرونة. وعاملة كفتة اللي ما بيحبش الكمونية. عملت نوعين اكل، بس طبعا انا من عشاق الكمونية. وطبعا رز وكمونية، وهنا الكفتة مع المكرونة اللي بيحب الكفتة والمكرونة، عشان احنا كنا عيلة مع بعضنا، ففي مننا بيحب دي وفي مننا بيحب دي. وزي ما انتوا شايفين كده بصوا بسم الله ما شاء الله الوجبة بتاعتنا. وجربوا الوصفة دي بالطريقة زي ما بقول لكم، وان شاء الله هتعجبكم.